اليوم تنظن ماشي هو في البرقوع. المشكل اليوم هو في واحد الفكر متطرف وهابي غزانا من الجزيرة العربية وجا المغرب بالنسبة لنا الدين الإسلامي هو دين الأغلبية الساحقة لكل المغاربة، وتعايشنا معاه وعشنا به وفيه لمدة 14 قرنا بأمن وسلام. علاش اليوم غادي نبداو نطرحوا مشاكل لا علاقة لها لا بالفرائض الخمس ديال الدين ولا بالوحدانية ديال الله، يعني هي مرتبطة بالعلاقة يعني بالحرية الشخصية، أننا نخلقوا منها مشكل. أنا قلت لك المشكل في هذا الفكر الوهابي بلباسه وفكره وأفكاره الذي غزانا، وعندما يتحول اللباس إلى لوغو بوليتيك، لأن احنا كنعرفوا المشروع ديال الإخوان المسلمين عبر العالم أنهم عوض يعني الاستمرار في الاصطدام مع السلطة المركزية اختاروا الرجوع، وهذا الشيء في الوثائق ديالهم، إلى ما أسموه بأسلمة المجتمع. ماشي يدخلوا المجتمع للإسلام، لا، أسلمته خصوصا على المستوى الظاهري. الباطني تخدموا بالحركات الدعوية باش يزرعوا في الناس بعض الأمور اللي هي أغلبها تأويلات للدين وليس الدين. وكذلك فيما يخص اللباس، يعني احنا بالنسبه لنا في المغرب جلابه ولتام، هذا الشيء كنلبسوه، القشابه كنلبسوا هذا الشيء هذا باش كنمشيو نهار العيد، قندوره ما عمرنا ما شفنا هذا الشيء هذا ديال هذا الشيء هذا اللي فيه يعني تاويلات مختلفه. ولهذا انا ما بغيت شيء انه عوض ان نلتجئ الى حل القضايا الكبرى اللي كيعانيوا منها المغاربه ديال الفقر وديال التهميش وديال الحقره، ونعطيو للناس الامكانيه ديال العيش في كرامه، ديك الساعه غادي نحققوا اوتوماتيكيا تقريبا هذا التعايش السلمي والبلاد تتسع لينا كاملين. اما باش نخلقوا، انا بالنسبه لي هذا الشيء اللي كيأجج هذا الشيء هذا ماذا يريد؟ لا يريد ببلدنا خيرا، تيبغيو يخلقوا بيناتنا واحد الاصطدامات باش تنشب ربما حرب اهليه. هاد الناس راهم داخلين في الفوضى الخلاقه، راهم يعني ادوا الى الخراب المبين في افغانستان وفي العراق وفي اليمن وفي ليبيا وغيرها. اليوم راه كاين مخطط جهنمي محدق بالمغرب الكبير، ولهذا خاص الشعب والشعوب ديال المغرب الكبير تكون سباقه باش يمكن لها تبني الوحده ديالها باش تكون قويه اقتصاديا وديمقراطيا وتحترم الناس عندها. هذا هو اللي غادي يقوينا، والا نبقاو في نقاشات مفتعله اللي بغى يلبس شي حاجه يلبسها. ولكن نور الناس انا ضد أن تستغل المرأة تعاني لأكثر من 14 قرنا وتلبس هذيك الجلابة وكيتزوج عليها 3 و4. ماشي معقول، هذا الشيء ماشي معقول. وعلاش كنقول كاين نفاق مجتمعي، كاين الجهل، أصبح ثقافة سائدة، ولهذا احنا جاهلون في الدين وجاهلون بالسياسة وجاهلون بعدة أمور. وخصنا نفهموا بأن ماشي كل واحد فينا هو العالم، لا، احنا جزء صغير وبسيط من هذا العالم، وخصنا نهيئوا الظروف وما نمشيوش يعني في المخططات الجهنميه التي تحاك لنا من هنا او هناك باش يخلق لنا في بلادنا حرب اهليه واصطدامات في